ملي كيسالي رمضان كنلقاو بعض الناس كيجيو كيقولوا ما عرفش علاش ولينا كنحسوا باللي النشاط والهمه اللي كانوا عندنا في رمضان بداو كينقصوا. اغلبيه الناس، ماشي ما غنعمموش، ولكن اغلبيه ديال الناس سبحان الله مباشره ما كيسالي رمضان كيجيو كيتشكاو تيقول لك اوديك هذاك الهمه وداك النشاط اللي كنا كنحسوا به طيله شهر رمضان غير خرج رمضان وبدا ديك النشاط وديك الهمه بداو كينقصوا. وداك الشيء كامل اللي جمعناه من قراءة القرآن، من القيام ديال الليل، الصدقة، بزاف الدعاء، داكشي كله اللي كنا كنديروه في رمضان وجمعناه شهر ديال الخير كيبان لينا بحال واحد الطاقة مؤقتة كتولي تسرقها منا الحياة اليومية. يعني كانت عندنا واحد الطاقة اللي هي مجهدة في شهر رمضان، فاش كيخرج رمضان بحال اللي كنتشغلوا بالحياة اليومية، وديك الطاقة اللي كانت عندنا في شهر رمضان كتبقى تنقص، لدرجه اننا ولينا كنلقاو بعض الناس كيف ما قلتي كيقول لك راه في رمضان كنت كنوض قبل الفجر وكنصلي قيام الليل، وكنجلس نقرا القران وكندير الدعاء، عاد كنصلي الصبح وكنحس بواحد النشاط وبواحد الهمه. دابا بزز باش كنوض نصلي صلاه الصبح في الوقت ديالها، يعني داك القيام ديال الليل بدا كيمشي. قراءة القرآن كاين اللي كتقول لك راه وليت كنقرا صفحة مثلا في النهار وكنت مثلا كنقرا واحد 5 الأحزاب، واحد 2 أحزاب، واحد حزب. فبزاف ديال الحوايج بداو كينقصوا فاش خرج رمضان. واللي خاصنا نعرفوه ان رمضان اعطانا رصيد ايماني كبير، يعني في رمضان عطانا واحد الرصيد ديال الايمان اللي هو سبحان الله كبير. يعني كنستحضروا في شهر رمضان الرقابه ديال الله عز وجل، لاحظتوا حتى في الصيام ديالنا الانسان كيصوم وحاضي لسانه وحاضي التصرفات ديالو، حاضي الافعال ديالو، تيحاول ما امكن ان كل شيء الافعال ديالو تكون مزيانه باش الصيام ديالو ما يضيعش. فكتلقى عنده واحد الطاقه ايمانيه اللي هي قويه بزاف. ولكن هذا الرصيد الايماني كيفاش داير بحال الوقود، كيحتاج دائما للمحرك.